الحياة دلوقتي مش بس مختلفة، دي لعبة تانية خالص. لو اتولدت ما بين 1990 و 3007 انت بتلعب في ملعب أهلك وجدادك ما شافهوش قبل كده. هما كان عندهم كتالوج واضح، تروح المدرسة، تشتغل، تتجوز حد من بلدك، تشتري بيت، وتطلع معاش عند 60. سهل، بسيط، مستقر. الطريق ده انتهى. احنا بنتعامل مع أسعار مولعة، شغل مش ثابت، أبلكيشنات مواعدة، مشاكل صحة نفسية، وتكنولوجيا بتتطور أسرع من ما مخنا يلحقها. فالنهاردة هكلمك عن أكبر 7 تحديات جيلنا بيواجهها، تحديات أجيال قبلنا ما شافتهاش، وكمان إزاي تحولها لفرص، عشان الشكوى من غير خطة للنجاح ملهاش لازمة. يلا بينا. التحدي الواحد: نهاية الطريق التقليدي للشغل. زمان كان الموضوع واضح، شهادة، وظيفة ثابتة، معاش، تقاعد مريح. ده مات. أمان وظيفي راح، معاشات نادرة. الولاء يا إما يقلل مرتبك يا إما يمشيك. المرتب ما بقاش يلحق الأسعار، وكمان الذكاء الصناعي بيهدد صناعات كاملة. الموضوع مرهق، بس فيه جانب حلو. عندنا أدوات هم ما كانوش يحلموا بيها، شغل عن بعد، فريلانس، بزنس جانبي. القوانين القديمة وقعت وإحنا نكتب قوانيننا. انسى سلم الشركات، ابني السلم بتاعك. التحدي الثاني: التعليم لا يساوي ضمان النجاح. الجامعة زمان كانت رخيصة وتذكرة للاستقرار. أبويا دفع مصاريفه من شغل صيفي. النهاردة مستحيل. 3 مشاكل: السعر، المصاريف مولعة، شهادات كتير ملهاش عائد كويس، المحتوى القديم، مفيش تعليم لحاجات مهمة زي الاستثمار أو الضرائب أو مهارات التكنولوجيا الحديثة. تأثير الذكاء الصناعي: الواجب بقى بلا قيمة، لأن أي حد ممكن يعمله بالذكاء الصناعي. نصيحة: خد شهادة بس لو هتدخلك مجال مطلوب ومرتب عالي. غير كده ورش، تعليم ذاتي وبورتفوليو قوي هيوصلك أبعد. التحدي الثالث: أول جيل يعيش بالإنترنت. إحنا آخر جيل فاكر الحياة قبل الإنترنت، وأول جيل الإنترنت شكل شخصيته. الكويس: معرفة بلا حدود، مجتمعات عالمية، شغل من البيت. الوحش: مقارنة مستمرة، تركيز ضعيف، ومفيش وقت تكون أوفلاين. الإنترنت ممكن يغنيك ويحررك أو يضيع عمرك. أنا زمان كنت بقضي الوقت بس بسكرول، دلوقتي بخلق محتوى بدل ما أستهلك. بلاش تكتفي بالسكرول، اخلق. الإنترنت يا ياكلك يا يحررك. التحدي الرابع: المواعدة بقت حرب. زمان كانت الناس بتتجوز في العشرينات وأغلبهم من دايرة معارفهم. دلوقتي جوستنج، سوايب بلا نهاية، خيارات كتير تخلي الالتزام نادر. السوشيال ميديا غيرت اللعبة وبقت المنافسة عالية جدا. الميزة الوحيدة: ممكن تقابل ناس بره دايرتك لو عارف انت بتدور على ايه. احسن نصيحة: ابطل تجري وابدأ تجذب. طور حياتك وحط نفسك في مجتمعات حقيقية وخلي الصح يجيلك. التحدي 5: تكلفة المعيشة نار. البيت، العربية، حتى الأكل. زمان كانوا بيشتروا ده براتب واحد، احنا صعب. مش هنقدر نوقف التضخم، لكن نقدر نزود دخلنا. التضخم بيكافئ اللي عندهم ممتلكات. امتلك بيت، أسهم، بيزنس. خليك مالك مش مستهلك. التحدي السادس: الذكاء الصناعي، الأتمتة والأوت سورس. الذكاء الصناعي موجود وبياكل في الوظائف، ده يخوف، لكن برضه أداة قوية. اتعلم تستخدمه وتوظفه لصالحك. الشغل عن بعد هدية، لكنه بيزود المنافسة لأنك بتنافس ناس من كل العالم. الحل: اتعلم مهارات مطلوبة، وسع شبكة معارفك، وروح لمكان الفرص. التحدي 7: الصحة النفسية، السياسة، وضغط إنك تهتم بكل حاجة. جيلنا أكتر قلق، عزلة، واستقطاب سياسي. العناوين المرعبة والخناقات على السوشيال بتستنزفنا من غير ما تغير حاجة. الحقيقة: انت مش هتقدر تتحكم في كل ده. اللي تقدر تتحكم فيه هو حياتك، دايرتك، ومجتمعك. صوت، اشتغل محلي، وابني حاجة حقيقية بدل ما تضيع طاقتك في جدال فاضي. الخاتمة: الدنيا اتغيرت، لكن المبادئ الأساسية لأ. استثمر في نفسك، اتعلم مهارات حقيقية، ابني علاقات قوية، ركز على اللي في إيدك تتحكم فيه. مستني إيه؟ العب اللعبة واكسبها. الدور عليك.